خطير. من فتره جات لي بنت متجوزه بقالها 3 سنين، بتحكي لي وهي كانت متاثره جدا. بتحكي لي ان هي في اول سنه جواز ليها كانت الدنيا تمام هي وجوزها، وكان كمان بيرجع من الشغل ملهوف عليها وقد ايه عايز يكلمها ويقعد معاها وحياتهم جميله وكويسين والاتنين بيهتموا ببعض وكل حاجه. حتى لو تعبان كان بيفضل قاعد جنبها بيحكي لها كل حاجه بتحصل في يومه، بيسالها بيخرجها، بيسالها انت عامله ايه، وبيخرجها كمان وبيفاجئها بحاجات حلوه. بس مع الوقت بدأت تحس ان هو بيتغير، يرجع من الشغل تحس ان هو بدأ يتغير بقى، يرجع من الشغل كده زهقان متضايق، يا دوب يقول لها السلام عليكم او عامله ايه ويدخل، مش قادر يتكلم ومش عايز يتكلم. يدخل ياخد له كورنر على جنب بموبايله ويقعد عليه لحد ما ينام، يتعشى وينام، وكان الله بالسر عليه. وكل يوم على الحال ده لحد ما هي قررت تواجهه. راح قال لها ايه بقى؟ قال لها مفيش حاجه، انت مكبره الموضوع، انت بتدوري على النكد، انت عايزانا نتخانق ولا ايه؟ هي سألتني سؤال مهم جدا بجد، واعتقد ان معظم الستات بيسألوه لنفسهم: هو انا عملت حاجة غلط؟ هو انا وحشة؟ هو انا عملت حاجة؟ طب انا قصرت في حقه؟ طب هو بطل يحبني؟ هو بص لواحدة تانية؟ انتي ما قصرتيش وما عملتيش حاجة خالص ولسه بتهتمي بيه زي ما انتي، وقد تكون دي المشكلة، ان انتي بتهتمي زيادة عن اللزوم. الموضوع مش لانك قصرتي او مش كفايه او ان هو بص لواحده تانية او اي حاجه حصلت من دي، بالعكس انتوا الاثنين لسه بتحبوا بعض زي ما انتوا عادي جدا. بس سبحان الله الراجل ربنا خلقه بفطره معينه، علشان دايما بيحب يتعب عشان يوصل للحاجه اللي هو بيحبها، بيحس ان هو لازم يتعب ويعمل مجهود عشان يوصلك. لو لقاكي بسهوله بالنسبه له هتبقى عاديه، لما الحاجه بتبقى مضمونه وسهله بالنسبه له بتفقد قيمتها من غير ما يقصد. هو مش بيكون قاصد ده او مش حاسس ان انت قيمتك بتقل، بس هو ده اللي بيحصل من غير ما هو ياخد باله. ده اللي بيحصل في الجواز. اول ما يحس انك دايما موجوده، بتسالي عليه على طول، مهتمه بيه دايما طول الوقت، موجوده مهما عمل انت موجوده، عقله بيبدا يتعامل مع وجودك كانه شيء مسلم بيه، مش لانه انسان وحش، بس هو دي طبيعته ودي فطرته. في علم النفس ده بقى بنسميه التكيف العاطفي، اللي هو لما الشخص بيشوف كل يوم نفس الحاجه الحلوه، كل يوم بوريكي نفس الحاجه الحلوه، كل يوم خلاص اتعودتي عليها، بقت بالنسبه لك عادي. زي لما تجيبي موبايل جديد بتحطي له سكرينه وبتحافظي عليه، وبصي بتبقي عايزه تحطي له في السرير لوحده بعد كده ممكن ترميه عادي ومش هيهمك. لما بتجيبي فستان جديد بتبقي قد ايه مبهوره بيه وبتعلقيه حلو وبتحافظي عليه لا يتكرمش، وبتبقي مهتمه جدا تحافظي عليه. لبستيه كام مره وتعودتي عليه عادي. مش قصدي ان انت شيء، انت بني ادمه وكل حاجه، ولكن دي طبيعه الرجال. الحل سهل جدا، الميستري افكت، اللي هو تاثير الغموض. لازم ترجعي تاثير الغموض لعلاقتكم تاني. عقل الراجل بيفضل مهتم لما يحس ان في حاجه هو مش عارفها، في حاجه هو لسه ما قدرش يوصلها، ما وصلش للنهايه من كل حاجه. اللي انا لسه حكي لكم عنها لما بدانا نشتغل مع بعض، اول خطوه كانت انها ترجع تهتم بنفسها اكتر، تخرج مع اصحابها، يبقى ليها حياتها الخاصه بعيد عن حياته، هي ليها حياتها وهو ليها حياته، ليه حياته. وفي الاخر بنتجمع انا وانت وبنحب بعض وبنشارك بعض في تفاصيل من حياتنا، ولكن انا ليا تفاصيل تانية كتير بعيده عنك، وده طبيعي وعادي وما يقللش من حبنا لبعض خالص. انك تمارسي هوايتك، انك ما تبقيش متاحه طول الوقت بنفس الروتين، انك تعيشي حياتك بعيدة عنه شوية او تسيبي له متنفس ويبقى لك متنفسك، ده حلو جدا. المهم انه بعد اسابيع قليلة جدا بدأت تلاحظ ان جوزها هو اللي بقى بيبادر انه يكلمها، هو اللي بيسأل عنها، هو اللي بيقول لها مالك انت بتتكلميش ليه، هو انت مشغولة ولا ايه؟ تقول له لا يا حبيبي ابدا انا موجودة، بس انا كان عندي كذا بعمله، بس معلش هخلص كذا واجي على طول. حاضر. حلو جدا ان انت برضو تديله طلباته، مش معنى كده انك ما تعمليلوش طلباته وتبعدي عنه وتكرفي له وتعملي له الصمت العقابي والحاجات دي بالعكس مش كويسه خالص وبتقلل منك. يعني انت بتعاقبيه على حاجه، هو لو حاسه ان انت بتعاقبيه اصلا هيبعد عنك، فاهمه؟ لا انت مش بتعاقبيه، انت بتعيشي حياتك. بس لما تيجي بتعيشي حياتك هيرجع هو يبقى نفسه يدخل حياتك دي. اقول لكم سر من اسرار الرجاله بقى، الراجل بيحب يحس انه بيكسب مراته كل يوم. انا ما بحبش ادخل في التفاصيل دي في الفيديوهات بصراحه، يعني احب اكتر ان احنا نتكلم في الجلسات بيني وبين البنوته، بحس ان احنا بنفهم بعض اكتر وبوصل لها فعلا كلام مهم اكتر بكتير. طول الوقت حاولي تعيشي حياتك، بس حطي حدود صحيه بينك وبينه، خليه يشتاق ليكي، هتشوفي الفرق بنفسك. بس اتقلي مش لان انت بتعاقبيه، اتقلي لان انت ليكي حياتك، مستمتعه اصلا بحياتك. لان انت لو مستنيه تعاقبيه وهو يجيلك جري مش هيجي، لا انت عيشي حياتك وانت مستمتعه عادي هيجي. بس كده، ده نهايه الفيديو. لو عايزه تعرفي بقى ازاي تخليه يفكر فيكي طول الوقت اكتبي لي في الكومنتات، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ده وسبسكرايب للقناه، او تكتبوا لي كومنتات لو انتوا على منصه تانية غير اليوتيوب. ولو سمعتوا اي دوشه فدي دوشه عائشه بنتي.
بيك يا عمري.